السلام عليكم ورحمة الله لكل المشاهدين الكرام. راح نقدم لكم توقعات سعر الأورو والدولار في هذا الأسبوع من اليوم 20 نوفمبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 24 نوفمبر والجمعة 25 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى أهم المؤشرات في السوق الرسمية، البورصة العالمية. ومن أهم مؤشرات رفع نسبة الفائدة للدولار الأمريكي في هذا الأسبوع، وارتفاع في الدولار الأمريكي مقابل تراجع نوعا ما في اليورو. وأهم المؤشرات في السوق الموازي في الجزائر، ومن بينها استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات أو أقل من 5 سنوات. ادعمونا بلايك واشتراك حتى يوصلكم كل جديد. نبدأ بسعر اليورو في البنك. شهد بعد تراجع، دار 1 يورو يساوي 143.86 دينار جزائري، أي تراجع طفيف. و100 أورو في البنك تساوي 1,438,000 بعد ما كانت 1,440. والمنحنى البياني يؤكد بعض الانخفاض. أما الدولار الأمريكي يشهد ارتفاع ورح يواصل ارتفاعه في هذا الأسبوع، مع رفع نسبة الفائدة إلى حدود 5.5%. يوم الأربعاء راح يكون هناك رفع لنسبة الفائدة بقيمة معينة، ولهذا الدولار الأمريكي راح يواصل ارتفاعه أمام اليورو وبقية العملات، وراح يتراجع نوعا ما الطلب العالمي على اليورو. لهذا اليورو راح يتراجع في البنك مع نهاية هذا الأسبوع. أما 1 دولار أمريكي في البنك يساوي 139 دينار تقريبا. أما 100 دولار أمريكي تساوي 1,390,000. أما بالنسبة للسوق الموازي، من أهم المؤشرات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات أو أقل من 5 سنوات. هذا ما سنعرفه يوم 22 أو 23 من هذا الشهر، يعني يوم الثلاثاء. ممكن جدا يكون يعني المصادقة على المادة 66 من قانون المالية 2023، والتي تنص على استيراد السيارات المستعملة، وإذا تم تعديلها برفع مدة السنوات إلى 5 سنوات راح يلتهب سعر الأورو أكيد. أما إذا كان المصادقة على 3 سنوات، يعني هذا الاستيراد ما راح يكون عنده جدوى، وراح يكون طلب ضعيف نوعا ما، ولكن راح يرتفع نوعا ما سعر الأورو بحوالي ممكن 10,000 لا أكثر. أما إذا كان أقل من 5 سنوات، حينها راح يكون هناك ارتفاع كبير. وتحدثنا في فيديو في القناة الأولى توب أورو عن هذا الموضوع بالتفصيل. أما بالنسبة للأسعار اليوم وتوقعات يوم 25 فما فوق. أما اليوم الأورو في السكوار دار 2,170، أما البيع 2,185. وأما التوقعات راح نخبركم بها. أما الدولار الأمريكي دار 2,150، أما البيع 2,180. الدولار الكندي والجنيه الاسترليني راهو مستقر. أما بالنسبة للتوقعات بالنسبة للدولار الأمريكي، نتوقعوا في نهاية هذا الأسبوع راح يرتفع السعر إلى يعني ممكن يوصل 2,170 في الشراء و2,200 في البيع. أما الأورو، إذا كان هناك استيراد أقل من 3 سنوات فقط، ممكن يوصل إلى 2,180 في الشراء، والبيع 2,190 حتى 95. ممكن يوصل حتى 2,200. أما استيراد السيارات أقل من 5 سنوات وهو الأفضل، وبهذه الطريقة راح يزيد الطلب على الأورو بشكل رهيب في السوق الموازي. يعني راح يكون طلب كبير والتهاب في الأسعار، ممكن جدا يزيد ب50,000 في هذه الحالة، ويوصل حتى 2,220 في الشراء. أما البيع 2,250.